المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. نستهل كالعادة بأهم وأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يحقق نتائج باهرة في بطولة إفريقيا للدراجات الهوائية. حوارات تساعد في إثراء الخدمات العدلية في إقليم عنسبة. دعوة لرعاية مريضات الناسور. أربعة قتلى في هجوم في جنوب إسرائيل ومقتل منفذ العملية. منظمة الصحة العالمية تقول أن حالات الإصابة بكورونا تعاود الارتفاع. وزلزالان يضربان جنوب شرق تايوان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. حقق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية في سباق البطولة الإفريقية التي جرت صباح اليوم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية انتصارات باهرة. وحصد المنتخب الوطني 4 ميداليات ذهبية في سباق ضد الساعة الذي جرى على مستوى الفرق في فئتي الرجال والإناث. ومثل منتخبنا في سباق الدراجات الذي شهد منافسة قوية كل من المتسابق هينوك مولو برهان وداويت يماني وميكائيل جيتوم وأخليلو جبرهيوته، وكانت تفوق سرعتهم 48.9 كيلومتر في الساعة. وأتى المنتخب الوطني منتخب جنوب أفريقيا متأخرا ب6 ثوان ليفوز بالميدالية الفضية، وفيما تأخر المنتخب الجزائري ب10 ثوان وفاز بالميدالية البرونزية. وحقق منتخبنا في فئة السيدات المرتبة الأولى متقدما على منتخبي موريشيوس ورواندا. وارتدت قميص المنتخب الوطني كل من المتسابقة موناليزا أرأيا وأديام داويت وملينا يافيت وفيبن هايلين. كما لم يجد المنتخب الوطني في فئة الشباب من الجنسين منافس قوي. واستحق المنتخب الإريتريا الإشادة لتحقيق هذه الانتصارات الباهرة عبر دراجين ناشئين. وأوضح مدرب المنتخب الوطني المكون من 21 متسابقا كل من سامسون سلمون ويوناس زكرياس ويوسف تخلاي أن الانتصار الباهر المحقق جاء نتاجا للتنسيق الجيد بين متسابقي المنتخب الوطني، وله تأثير إيجابي في المنافسات القادمة. هذا ويخوض منتخبنا الوطني يوم غد 24 من مارس سباق ضد الساعة على المستوى الفردي. يذكر بأن منتخبنا الوطني فاز ب10 مرات بالميدالية الذهبية ما بين عامي 2010 و2022. احتضنت مدينة كرن في 22 من مارس جلسة حوار جرت بين ممثلي المواطنين ومدراء 7 مديريات إقليم عنسبة تسهم في إثراء الخدمات العدلية التي توجد قيد التنفيذ. وأوضحت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم أن الهدف من النقاش هو تهيئة بيئة صلبة للتوريث ومزج التراث العريق الذي كان وما زال يتوارث للأجيال المتعاقبة، وكذلك عادات المجتمع الشفهية والمخطوطة المرتكزة على مهارات حل الخلافات بأسلوب القوانين الحديثة. وقالت إن احترام سيادة القانون والتقيد به تعتبر ثقافة تراثية ونابعة عن اعتقاد المجتمع الإريتري. وقالت بالاعتماد على ذلك واجهنا كافة المؤامرات والتحديات بهدف العيش بسلام والحب والاحترام المتبادل والتعاون والتعاضد. وقالت الوزيرة فوزية هاشم إن مهام احترام سيادة القانون المرتكزة على إرساء الاستقرار وضمان الإعمار والاحترام الإنساني انطلاقا من القوانين والتشريعات الأزلية تعد مسؤولية كافة المواطنين، مشيرة إلى أهمية الآراء والتوصيات المقدمة من العقلاء والأعيان المتماثلة في القيم الحميدة والتي تخدم المجتمع وتبرز تاريخنا الشامخ وهويتنا وثقافتنا أسهمت بفعالية في إزالة بعض
المعوقات والسلبيات. وطالب المشاركون بتكثيف حملات التوعية لترسيخ ثقافة احترام سيادة القانون وسط المجتمع وتنفيذ إعلان 58 لعام 1994 للحد من بيع وشراء الأراضي وغيرها من الآراء. وذكر حاكم الإقليم السفير عبد الله موسى أن المعلومات المقدمة تسهم في تفعيل أنشطة التوعية والتثقيف، داعيا ممثلي المواطنين والمدراء للعب دور رائد في نقل المعلومات الهامة للمواطنين بصورة جيدة. دعا الدكتور هابتي ملكوت خبير علاج الناسور المجتمع لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لمريضات الناسور من أجل الذهاب إلى مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي للحصول على المعالجة من المرض، وذلك خلال الزيارة التي قمنا بها أعضاء المرأة في مديرية مايمنة في 19 من مارس إلى مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي للتعرف عن قرب على أوضاع مريضات الناسور. وذكر الدكتور هابتي قدوم مريضات الناسور إلى المستشفى من كافة أرجاء البلاد ليحصلن على علاج جيد للناسور، وقدم توضيحا مفصلا حول أهم الأسباب والأضرار الناجمة عن المرض. من جهتها قالت مسؤولة المرأة في مايمنة السيدة مسلش لقسيا أن مشاهدة اندماج مريضات الناسور في المجتمع بعد شفائهن من المرض يعد إنجاز عظيم، مؤكدة العمل بقوة لتشجيع المريضات اللاتي لم يحصلن على تلك الفرص وإقناعهن بأنه مرض يعالج ويشفى منه. أعلن فرع التعليم في الإقليم الأوسط خلال الاجتماع الذي عقده يوم 22 من مارس لتقييم أنشطة التعليم في النصف السنوي للعام الدراسي 2021-2022، أعلن ارتفاع نسبة الطلاب الذين سجلوا تفوق كبير. وأوضح مسؤول الفرع الأستاذ بلاي حبتي جابر في التقرير الذي قدمه متابعة 140 ألف طالب، بينهم 49% طالبة دراستهم الأكاديمية في المراحل الثلاث، حيث ارتفعت نسبة النجاح في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من 93% إلى 95% و87% في المرحلة الثانوية. وذكر الأستاذ بلاي ازدياد عدد الطلاب المسجلين هذا العام خاصة الصف الأول، وانخفاض نسبة المقاطعة في كافة المراحل والتي تبلغ حوالي 10%، داعيا لتعزيز مشاركة المجتمع خاصة الآباء والعمل بحفظ المميزات ومعالجة القصور. كما قدم مسؤول التعليم في المديريات توضيحات مسهبة حول الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة التعليمية والتحديات مصحوبة بالأرقام. وقدم المشاركون بعد أن استمعوا إلى تفاصيل التقارير المقدمة آراء وتوصيات بناءة ومساعدة. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد فساهية حيلي إن نتائج وكفاءة التعليم مسؤولية يتحملها الجميع، إلا أنها تتطلب جهود ومهارات المعلمين أكثر، وعلى المدارس تنظيم دورات تأهيلية تساعد وترفع من كفاءة المعلمين. شهدت مديرية نعفة انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم ولجان القرى في الفترة من 26 من فبراير وحتى 13 من مارس الجاري. وأفاد مراسل إرنا بأن الانتخابات أجريت في القطاع الأول والثاني ومناطق بيان وأبلو ومعو وأقرع تحات والعال وماريت وباقلا واندلال ولابا. وانتخب 11 مدير الضاحية و11 مساعدهم و68 من لجان القرى بينهم 13 امرأة. ودعا مدير مديرية نعفة سيد يعقوب إدريس بعد أن أشاد بمشاركة المواطنين الفعالة، دعا المواطنين لدعم وتشجيع المنتخبين بالوقوف إلى جانبهم. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمدين في 14 من مارس الجاري سيمينارا للشباب العمال في مديرية تسني تركز حول التاريخ والمرحلة الآنية وما تحمله من مسؤوليات للشباب.
وذكر سيد صالح النضال المرير والثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الإريتري لتأكيد استقلاله وحماية سيادته عبر المراحل، داعيا الشباب لتعزيز مساهماتهم بخلق حميدة ووعية تتطلبه المرحلة، بالإضافة إلى توسيع وتعميق معارفهم التاريخية. في الختام قال سيد صالح إنه يتطلب من دول منطقة القرن الأفريقي النماء المشترك، مرتكزا على الاحترام المتبادل لإحياء الفرص المهدرة نتيجة للتدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن إريتريا ستواصل بدور الشباب الواعي والفعال للمبادرات التي شرعت فيها للعمل الجماعي مع الدول وشعوب الجوار. وذكر المشاركون أهمية مثل هذه السيمينارات، مناشدين مواصلتها حسب المستويات والأهمية. قدمت دعوة في مناسبة إحياء اليوم العالمي لمتلازمة داون التي انتظمت في 21 من مارس في مصوع لخلق فرص تعليمية لأصحاب الإعاقة الذهنية والجسدية. وأوضح سكرتير جمعية الإعاقة الذهنية والجسدية في مصوع السيد جابريسوس درس تطور وعي المجتمع بفضل التوعيات المكثفة والدورات التأهيلية التي تقدمها الجمعية، منوها إلى أن خلق فرص المشاركة لأصحاب الإعاقة الذهنية والجسدية يتطلب مشاركة جميع الجهات والعمل المشترك. من جهتهما شدد كل من مدير مديرية مصوع السيد هيلي أسفها وممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد إسماعيل عثمان، بعد أن أشاد بمنظمي وداعمي البرنامج، شدد على أن رعاية هذه الفئة مسألة لا تترك للآباء فقط. وأشار رئيس الجمعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد مانويل أدحنوم إلى أن عدد أصحاب الإعاقة الذين لم يخرجوا من المنازل ليس عددا قليلا، لذلك يجب تعليمهم القراءة والكتابة وفتح فرص مهنية، ولتفعيل ذلك يجري العمل مع الجهات الشريكة. نظمت الشرطة الإريترية في أعالي القاش في الفترة من 10 وحتى 16 من مارس حملات قانونية تساعد المجتمع لتعزيز جهوده المساهمة في مكافحة الجريمة والمخالفة في ضواحي شلالو وعد تتر ومفلاج وماي شغلي وأنتوري وبلينايوم. وقدم النقيب براخي تخل مريم قائد الشرطة الإريترية في المديرية توضيحا مفصلا حول ضرورة الحذر القائم للحد من الجرائم والمخالفات المرتكبة نتيجة لعدم معرفة القانون. وأوصى النقيب براخي المجتمع للتمييز بين القانون المدني والجنائي والحد من الجرائم والمخالفات المرتكبة عمدا أو سهوا، والدفع بثقافة حل الخلافات بالصلح، وكذلك تعظيم المجرمين للمساءلة القانونية ومكافحة الجرائم الكبيرة. وذكر المشاركون أن غالبية الجرائم ترتكب نتيجة لعدم معرفة القانون والإهمال، داعين تنظيم حملات توعية وتثقيفية مماثلة. مشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون طعنا أو دهسا في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، على ما أكدت خدمة الإسعافات الإسرائيلية في هجوم هو الأعنف منذ سنوات. وأعلنت الشرطة معطل المهاجم، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه معلم مدرسة في الثلاثينيات من عمره، سبق وأن حاول الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت الشرطة وخدمات الإسعاف والطوارئ أن الهجوم وقع في محطة للوقود وخارج مركز تجاري في مدينة بئر السبع. وفي أول رد فعل له، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت الذي عاد لتوه من قمة ثلاثية في مصر جمعته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد متابعته للحادثة. هذا ودان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور ونيسلاند الهجوم بشدة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عددا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا رفعت بشكل مفاجئ جدا تدابير مكافحة كوفيد-19، وهي تواجه مجددا ارتفاعا واضحا في عدد الإصابات بفضل تأثير النسخة الثانية من المتحورة أوميكرون. وقال هانس كلوغا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا أن هذه الدول رفعت فجأة القيود من صارمة إلى غير كافية. في الوقت الحالي عدد الإصابات بكوفيد آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53 وفقا للمنظمة. وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة انخفض في أوروبا بعد أن بلغ ذروته في أواخر يناير، لكنه عاد وارتفع بشكل حاد في مطلع مارس. ذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي التايواني أن زلزالا بقوة 6.6 درجات ضرب جنوب شرق تايوان، تلاه بعد دقيقتين زلزال بقوة 6.1 درجة. ونقلت صحيفة تايوان نيوز عن بيان أصدره المكتب أن مركز الزلزال الأول كان على بعد 62.6 كيلومتر جنوب حوالين كوانت هول بعمق 30.6 كيلومتر. وضرب الزلزال الثاني بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر الجنوب الغربي من مقاطعة هوالين على عمق بؤر يبلغ 19.3 كيلومتر، فيما تم قياس شدة الزلزال على أنه 4 درجات في مقاطعات هوالين، تاي تونغ، نانتو وبونلي. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو تدمير في المنشآت. الخبر الأخير في هذه النشرة: افتتحت شركة تيسالا مصنعا ضخما للسيارات الكهربائية قرب برلين بعد عامين من الإجراءات الإدارية والتأخيرات. وفي السياق، غرد رئيس الشركة إيلون ماسك بعد الافتتاح الذي شهد تسليم أول 30 سيارة كهربائية بالألمانية التي تعني شكرا ألمانيا. ويأتي افتتاح المصنع بعد عملية شاقة للحصول على الموافقة وأعمال إنشاء استمرت عامين واجهت تيسلا خلالهما عقوبات إدارية وقانونية، بما فيها شكاوى من السكان المحليين حول التأثير البيئي للمنشأة. وبعد ما بدأت البناء على مسؤولياتها الخاصة، فازت تيسلا أخيرا بالموافقة الرسمية من السلطات الإقليمية لبدء الإنتاج في وقت سابق من الشهر الجاري. ويعد هذا المصنع الضخم في غرونهايده في ولاية براندنبورغ شرق ألمانيا أول موقع إنتاج لشركة تسلا في أوروبا، ويعمل المسؤولون في أن يساعد المنطقة في وضع نفسها كمركز لإنتاج السيارات الكهربائية. ختام نشرة هذا المساء، إليكم أبرز العناوين. منتخبنا الوطني يحقق نتائج باهرة في بطولة أفريقيا للدراجات الهوائية. حوارات تساعد في إثراء الخدمات العدلية بإقليم عنسبة. دعوة لرعاية مريضات الناسور. أربعة قتلى في هجوم في جنوب إسرائيل ومعطل منفذ العملية. منظمة الصحة العالمية تقول أن حالات الإصابة بكورونا تعاود الارتفاع. وزلزالان يضربان جنوب شرق تايوان. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله. يا شباب، طبعا